آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من وهبت لي في كتابك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صاحبي صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وخليلنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه واجعل هذه الابيات سعاده والقدر ذهابا واجابه يا من قال ولله على الناس حج البيت الله محمد اوصف بحق وجهك الكريم حامل ذا للبيت بالتكريم لبيتك الحرام اوصل حاملا هذا الكتاب على من لو خاملا لك كتابي موخنا بانك تمود لي بهيئ وانك هب الذي قصد بيتك الحرام افضل حج راجيا مع المرام هب الذي قصد بيتك الحرام افضل حج راجيا مع المرام هب الذي قصد بيتك الحرام افضل حج راجيا مع المرام هب الذي قصد بيتك الحرام افضل حج راجيا مع المرام منك ارجو برسول الله عليه خير صلوات الله حوائجي فلتقضيها بلا ضرر ولا حلم ولا علم ولا غرر مد بجاه المصطفى صلى الله عليه بالتسليم كاتب لنا مد به الي جمله الغرض ونيتي اتم من غير غرض وان اصلي بسلام الله على نبيك لوجهك الكريم يا حق ادعوك بلا نسيان فكن مجيبني بالايمان يا حق ادعوك بالافتخار فكن مجيبني بالاقتداء مولاي ادعوك بالاستغفار فكن مجيبني بالاغتفار مولاي اذكرك بالايمان فكن مجيبني بالجنان مولاي اذكرك بالاسلام فكن مجيبني بالاكرام يا سمدي ادعوك بالانتهاء فكن مجيبني بالافضلاء يا صمدي أدعوك بالتذلل فكن مجيبني بمحو الدلل يا صمدي أدعوك بالتعظيم فكن مجيبني بالتكريم يا خالقي أدعوك بالتبديل فكن مجيبني بالتفضيل يا خالقي أدعوك بالتنزيه فكن مجيبني بالتنبيه يا خالقي أدعوك بالتوحيد فكن مجيبني بالتمجيد يا مالكي أدعوك بالإخلاص فكن مجيبني بالخلاص يا مالكي أدعوك بالتقديس فكن مجيبني بالتنفيذ يا مالكي كاللئيم بدل بما يروم يا كريم واصلحا جميع ما قد ظهر منه بفضلك وما لم يظهر واخرجا جميع ما قد علنا من عيبه فضلا وما قد بطنا وربه يا رب خير التربية تفضلا ورفية وترقية حتى يصير مصطفى من كذري وصالحا ومخلصا لا نظري وسالما وناسكا مربيا وراشرا ومرشدا مرتقيا وناجيا من كل شر وضرر ونافعا لكل مسلم وضر واجعله يا كريم مفتاح الخيور تفضلا واجعله مخلاق سرور واجعله يا كريم مفتاح الخيور تفضلا واجعله مخلاق السرور يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل قومنا وكن بجاه المصطفى الماحي الحبيب وحق هذا اليوم ربي لي مجيب وكن بجاه المصطفى الماحي الحبيب وحق هذا خير صلاة بالسلام عليه والآل وصحبه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.